وفي الحقيقة كنت داخل في نقاش مع مشغلي الرمضاني من خلال الرمضاني. والرمضاني هو خدام عند أحمد الشرعي، وأحمد الشرعي صاحب إمبراطورية الإعلامية الأحداث المغربية، ميد راديو، لوبسيرفاتور دو ماروكي دو لافريك دو نور. هذا عضو المجلس الإداري في منظمة جيس الصهيونية العالمية التي يرأسها عقيد كولونيل في جيش الحرب الصهيوني اسمه عيران ليرمان. ولذلك أنا في الحقيقة أجبت كاتبا كبيرا بعث لي في التدوينة التي كتبها الرمضاني باللهجة المغربية، فأجبت بأن هذا خدام عند خدام اللي هو أحمد الشرعي، اللي هو خدام عند الكولونيل عيران ليرمان. وبالتالي فما يقوله الرمضاني هو ترديد لتعليمات الكولونيل الصهيوني عيران ليرمان تحت إشراف السلم الإداري. هذا بكل بساطة، فما كان لا الرمضاني لا والو. هذا عيران ليرمان كيتحدث من خلال اللي كيشغلهم المشغل ديالو. هذا باش تبان ويتضح للمغاربة حقيقة ما جرى. طبعا الرمضاني جاوبني في إطار ذيك العصابة ديالو، ودعا قال بأنه مصلحة المغرب. شوف هذا الخيال العجيب يعني اللي ما يمكنش يتفهم، ما يمكن حتى واحد يفهمه الا ما فهمش بان راه الكولونيل عيران ليرمان اللي كيهضر بان مصلحه المغرب هي في التطبيع، ماشي غير التطبيع، تيقول ما كان غير اسرائيل، ما كان غير اسرائيل، ويدعو ماشي غير للتطبيع مع اسرائيل وانما للتحالف معه. وتيقول لك فلسطين على راسي، فلسطين على راسك من خلال تحالفك مع من يذبح الفلسطينيين كل يوم، مع من تقول لك فلسطين حنا ما في. انت كمغربي ما كتعنيكش فلسطين، ما كيعنيكش مصر رسول المغاربه. يمكن ما يعنيكش شغلك هذاك، يمكن تكون ملحد ما كتامنش بالله، يمكن تكون يهودي شغلك هذاك، الله يعاونك، تكون مسيحي اختار الدين اللي بغيتي، ولا تكون لا ديني، هذا شغلك ما كنناقشوكش في هذا الشيء. ولكن ما من حقكش تهضر على المغاربه، والمغاربه تعتبروا هذا مسار رسولهم ومعراجه الى سدره المنتهى منين جاب الدين ديال الاسلام، والذي يقتحمونه كل يوم تقريبا ويعملون على احتلاله للاقتسام الزمني والمكاني كما يدعون في إطار مسيرة الأعلام اللي ودت المعركة القدس، والذين يعملون يوميا عقديا واستراتيجيا لهدمه لبناء الهيكل المزعوم مكانه. وبحسب خرافات تلمودهم فإن الأمور كلها ناضجة، ماشي غير التقسيم الزمني والمكاني، وإنما الآن وصل الأمور كلها لم يبقى لهم بحسب اعتقاداتهم الخرافية إلا ذبح البهيمة فيه لهدمه وبناء الهيكل المزعوم، ويحاولون اقتحامه من باب المغاربة. شوف على الاستدلال. وبالنسبة لهذا الشيء لا يعني شيئا بالنسبة للرمضاني وأحمد الشرعي ومن وراءهم. ولذلك نحن نحذرهم بأن هادشي ما فيهش الملاغة، هادشي كيهم المغاربة، هادشي معتقد المغاربة، هذا الدين ديال المغاربة، بمعنى أنكم كتلعبوا بالنار. وبهادشي اللي كديروا راه أكبر إساءة لقضية الصحراء المغربية ووحدتنا الترابية هي ربطها بالكيان الصهيوني، وهي اللي جابت هذه المصائب الآن بيننا وبين الجزائر.